يتواصل معسكر منتخب الجزائر في العاصمة التوغولية لومي، وذلك تحضيراً لنهائيات كأس أفريقيا 2023 التي اقتربت من الانطلاق، وهو الأمر الذي جعل الطاقم الفني للخضر يقوم بعدة خطوات جديدة من أجل إكمال البرنامج التحضيري المعد مسبقاً وتطبيقه بطريقة مثالية، ويكون الجميع جاهزاً لخوض التحدي القاري. حمل معسكر منتخب الجزائر أمس الأحد أخباراً سعيدة جداً للجماهير الجزائرية، وذلك بعد مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ بداية المعسكر الإعدادي يوم 1 جانفي الحالي. وشارك الحارس مصطفى زغبة في التدريبات مع بقية الحراس، كما عرفت هذه الحصة مشاركة الحارس رايس وهاب مبولحي الذي تخلص من الآلام الحادة التي كان يعاني منها في يده، وأجبرته على الغياب لبعض الحصص ليكمل قائمة اللاعبين المشاركين، بعد أن سبقه الثنائي رامز زروقي ومحمد الأمين توغاي في الانضمام إلى التدريبات خلال معسكر منتخب الجزائر. وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التوغولية لومي من أجل حضور المباراة الودية الثانية التي ستلعب ضد بوروندي.